عودناكم دايما في مجالات اعاده التدوير ان احنا بنحاول نجيب لكم كل انواع التدوير عشان اللي عايز يبدا اي مشروع يلاقي فرصه. هنا تحويل الكنزات الى شيء عظيم جدا بنحتاجه كلنا في بيوتنا. يتم تجميع الكنزات وغسلها وازاله الطبقه المطبوع عليها من خلال ماكينات زي ما انتم شايفين. بيتم بعد منها البدء في فرم هذه الكنزات الى قطع صغيره جدا. بيتم التعامل معاها تاني عن طريق الغسيل ببعض المواد اللي بتساعد على تنقية هذه الكنزات من أي شوائب، ثم بيتم البدء في صهرها. الألومنيوم من الحاجات اللي ممكن تعاد تدويرها أكتر من 10-15 مرة، يعني عادي، يعني لو 100 مرة شغال. بيتم الصهر زي ما انتم شايفين، ثم البدء في سكب هذه الألومنيوم بعد الصهر عشان تطلع قوالب زي ما انتم شايفين. القوالب دي بيتم تاني تبريدها ثم تنقيتها ثم فردها عشان تصبح في الاخر المنظر اللي هتشوفوه كمان ثواني. دي عملية التنقية للشوائب اللي بتبقى على السطح، ثم بيتم الفرد بقى واحدة واحدة كده على ماكينات زي ما انتم شايفين. تطلع في الاخر حاجة عظيمة، وهي ألواح ألومنيوم قابلة لإعادة التصنيع عشان تبقى في الآخر أواني، أي مقابض، أي حاجة بيستخدم فيها ألومنيوم. زي ما انتم شايفين ألواح الألومنيوم بيتم تجميعها في الآخر بتصبح بهذا النقاء 100%. فكروا يا جماعة في إعادة التدوير وحاولوا تشوفوا أقرب حاجة لإمكانياتكم علشان تشتغلوا ويبقى لكم مصدر رزق. تابعونا في فيديوهات تانية إن شاء الله، هنجيب لكم حاجات كتير جدا.